دكتورة نفسية بتحاول تساعد مريض بيعاني من اضطرابات في شخصيته، فبتكتشف مع الوقت انه شيطان وبتكون نهايتها الجنان. بيبدأ فيلمنا بدكتورة إبتن وهي بتبص على جثة شخص في المشرحة، والشخص ده بتكون إليزابيث صاحبتها قتلته بطريقة وحشية، وما بتكونش فاهمة هي ليه عملت كده، خصوصا ان الشخص ده كان مريض عندها. ولما بتسألها عن السبب بتحكي لها انها كانت عايشة في سعادة مع جوزها لحد ما في يوم جالها العيادة شاب اسمه ويت، وقال لها ان والده بيقدر يتحكم في جسمه وانه عايز يقتله، وترجاها انها تروح معاه للبيت لكنها رفضت. وفي نفس الوقت ده والده رن عليه واترعب اول ما شاف اسمه، وبعدها دخل في نوبة عصبية، ولما فاق منها كان شخص مختلف تماما على عكس شخصيته الضعيفة اللي كان بيتكلم بيها من شوية. ده غير انه ما كانش فاكر اي حاجة من كلامهم مع بعض، وكان بيتكلم معاها بوقاحة لدرجة انه حاول يتحرش بيها. وعلى الرغم من ده إلا إنها كانت مهتمة بحالته وعندها فضول تعرف عنه أكتر، وده لأن الأعراض اللي حصلت له كانت متطابقة مع نظريتها لداء الفصام، واللي بتقول إن الشخص المصاب بيه بينتقل من جسمه لجسم حد تاني لما بيتعرض لنوبة عصبية. وبسبب فضولها ما كانتش عارفة تبطل تفكير فيه، لدرجة إنها فضلت اليوم كله بتتكلم مع جوزها عنه، على الرغم من إن عمرها ما اتكلمت معاه عن المرضى بتوعها. وتاني يوم وهي في طريقها للشغل بتفتكر كلامه لما قال لها إن والده عايز يقتله، وترجاها إنها تروح معاه للبيت، وعلشان كده بتقرر إنها تروح له وتتأكد لو فعلا بيتعرض للعنف في البيت. لكنها لما بتوصل محدش بيرد، ولأن الباب بيكون مفتوح فضولها بيخليها تدخل، وبتبدأ تستكشف البيت لحد ما بتدخل لمكتب والده، واللي بيكون وقتها بيمر بنوبة قلبية، فبتساعده انه يتخطاها وبتديله الأدوية بتاعته. ولما بتسأله عن ويت بيقول لها انه هرب من البيت، وبيهينها لانها دخلت لبيته من غير استئذان، وبيقول لها ان ده تصرف قليل الذوق منها، فبتعتذر منه وبتوضح له انها عملت كده بسبب خوفها على ويت، لانه لما جالها العيادة كان واضح انه بيعاني من اضطرابات نفسية، وبتعرفه انه محتاج لعلاج نفسي في اسرع وقت قبل ما حالته تسوء. لكنه بيحرجها وبيقول لها ان دي حاجة ما تخصهاش، وبيطردها من البيت. ولما بتحاول تقنعه يغير رأيه بيخرج سكينة من مكتبه وبيهددها بيها، فبتضطر انها تمشي، وبعدها بتقرر انها تهتم بشغلها وتنسى ويت خالص. لكنه بيرجع لها مرة تانية وهي في جلسة علاج مع مريض، وبيفضل يترجاها انها تساعده لان والده عايز يسيطر عليه لحد ما يمتلك جسمه، وبعدها هيقتله. وعلى الرغم انها ما بتكونش فاهمة كلامه بتطلب منه يستناها لحد ما تعتذر من المريض اللي معاها وبعدها تتكلم معاه. لكنها لما بترجع له مرة تانية بتلاقيه اختفى، ولكن بعد ما بترجع للبيت بالليل بيتصل عليها وبيترجاها تيجي تنقذه من والده، وفعلا بتقلق عليه وبتروح له. لكنها اول ما بتدخل للبيت بتلاقي والده مرمي على الارض وبيمر بنوبة قلبية. ولما بتحاول انها تتصل على الطوارئ ويت بيخطف التليفون منها وبيقول لها انهم لازم يستغلوا الفرصة وهو مش في قوته ويقتلوه، وبيكون عايز يقطع رقبته. ولما بتحاول تهديه وتقول ان والده خلاص مات بيقول لها انه مش والده، وان في قوة شيطانية متحكمة في دماغه وهتخليه يصحى تاني، والحل الوحيد هو انهم يقطعوا رقبته علشان الدماغ يموت. وفعلا في نفس الثانية بيصحى والده مرة تانية وبيحاول يقتله، لكن هما الاتنين بيتعرضوا لنوبة عصبية وبتتنقل القوة الشيطانية لدماغ ويت، وبيتنقل عقل ويت لجسم والده. ولما بيفوق بتتغير شخصيته مرة تانية وبينسى كل اللي حصل، وبيبدأ يقرب من إليزابيث وبيعترف لها انه معجب بيها. وفي الوقت ده بتتنقل القوة الشيطانية لدماغها وبيرجع ويت لطبيعته، لكن بعدها على طول بترجع كل حاجة لطبيعتها وبتتنقل القوة الشيطانية لويت وبيتحول لشخص عدواني مرة تانية. وبتدخل إليزابيث في حالة صدمة وما بتكونش فاهمة هو ازاي عقله دخل جوه جسمها. وفي الوقت ده بتشوف كتاب على المكتب بيتكلم عن شيطان على هيئة أخطبوط، لكنها قبل ما تقراه بيفوق والد ويت مرة تانية وبيترجاها تساعده. لكن في نفس الثانية بتقع الشمعة على الأرض وبتمسك في الستارة، وبيجي ويت من وراه والده وبيطعنه بالسكينة وبيفصل رقبته عن جسمه. وبتنهار إليزابيث من المنظر وبتهرب بسرعة من البيت، وبتروح لإبتن صاحبتها وبتحكي لها عن اللي حصل، وبتكون عايزة تبلغ الشرطة، لكنها بتمنعها وبتقول لها انها مش متأكدة ان اللي حصل ده حقيقي، ممكن يكون ويت خدرها وكل ده كان هلاوس. وبتطلب منها ترجع للبيت وتعترف لإيد جوزها بانها خانته مع مريض عندها، وفعلا بتقرر إليزابيث انها تعمل كده. لكنها لما بتوصل البيت بتتفاجئ ان الشرطة فيه، وبيعرفها الضابط انهم لقيوا تليفونها في بيت ويت، وبيشرح لها ان البيت حصل فيه حريقة، لكن ده ملوش علاقة بيها لان ويت قال لهم انها كانت موجودة معاه في البيت عشان تساعده في العلاج ومشيت قبل ما الحريقة تحصل، لكنهم كانوا عايزين يتأكدوا من انه ما بيكدبش. وبيوضح لها ان ويت بلغهم ان والده مختفي من 4 أيام وقدم بلاغ باختفائه، وبعد ما بيمشوا بيسألها جوزها عن سبب اختفائها من امبارح، وبتعتذر منه وبتعترف له انها خانته مع المريض بتاعها، وبتقول انها ما كانتش في وعيها، وبتسيبه وبتقرر تعيش في عيادتها لفترة عشان تخليه يفكر لو هيقدر يكمل معاها بعد اللي عرفه ولا لا. لكنها تاني يوم بتفوق على كابوس لويت وهو بيرميها من الشباك
وبعدها بيعدي كذا يوم وبتقرر إليزابيث إنها ترجع للبيت مرة تانية وتحاول تصلح علاقتها مع جوزها، لكنها بعد ما بتوصل ما بيكونش جوزها موجود. وفي الوقت ده بتشوف ويت وهو مكلبش نفسه في عمود موجود في قبو تحت البيت، وبيتصل عليها وفعلا بترد عليه وبتطلب منه يشرح لها اللي حصل لأنها مش فاهمة أي حاجة، لكنه بيبدأ يقول كلام مش مفهوم. ووقتها عقلهم بيتبدل مع بعض، وبكده بيكون جسم إليزابيث ويت وهو المتحكم فيه، وهي اللي متحكمة في جسمه. وعلشان كده بتحاول انها تفك نفسها من الكلبشات لانها بتكون خايفة انه يأذي جوزها. وبتشوف في القبو رسومات لاخطبوط شيطاني، وبتلاقي جنبها اخطبوط ميت، فبتخاف وبتتصل على ابتن صاحبتها، ولانها بتكون جوه جسم ويت فبتكون نبرة صوتها نفس نبرة صوته، وعلشان كده بتضطر تكلمها على انها ويت، وبتقول لها تيجي تنقذه لان صاحبتها في خطر وهو الوحيد اللي هيقدر يساعدها. وفي الوقت ده بيكون ويت هو المتحكم في جسم إليزابيث، واول ما جوزها بيرجع بتقوله انها عايزة تبدأ معاه من جديد، وبتطلب منه يولع لها سيجارة. وعلى الرغم من انه عارف انها ما بتدخنش ولا حتى دي شخصيتها، الا انه ما بيركزش وبيقول لها انه موافق يرجعوا لبعض لانه حابب شخصيتها الجديدة. ووقتها بتوصل ابتن لمكان إليزابيث الحقيقية الموجودة في جسم ويت، ولما بتحاول تشرح لها اللي حصل وان عقلها انتقل لجسم ويت بترفض تصدقها، وعلشان كده بتتصل إليزابيث على الشرطة وبتبلغهم ان جوزها حياته في خطر. وفعلا بتوصل الشرطة وقتها لبيتها، وبيبدأوا يتكلموا مع جوزها عن البلاغ في الوقت اللي بتكون فيه ابتن خلاص بدأت تصدق ان إليزابيث موجودة جوه جسم ويت. وفعلا بعد ما حكت لها عن حاجات محدش يعرفها غيرهم، لكن قبل ما تفكها بترجع كل حاجة لطبيعتها مرة تانية، وبيرجع عقل إليزابيث لجسمها، والقوة الشيطانية بتتحكم في جسم ويت مرة تانية، واللي أول ما بيفوق بيستغرب من وجود ابتن جنبه وبيطردها من المكان. وفي نفس الوقت ده بعد ما بترجع إليزابيث لطبيعتها بتقول للشرطة انه كان بلاغ كاذب، وان هي وجوزها كانوا بيحتفلوا بمناسبة انهم رجعوا لبعض. وبعد ما الشرطة بتمشي بتطلب من جوزها انه يسافر لأي مكان بعيد عنها لانها خايفة عليه ومش عايزة ويت اللي هو الشيطان يأذيه، لكنه ما بيكونش فاهم حاجة منها وبيفتكر انها اتجننت. ولما بيحاول يهديها بتسيبه وبتروح بسرعة للعيادة بتاعتها، وبتقرر انها تنتحر. لكن قبل ما تنط بيوصل ويت وبيقول لها انها مش هتقدر تأذي نفسها لانه عارف بكل حاجة هي بتقرر تعملها. ولما بتسأله عن ويت الحقيقي بيقول لها انه مات وهو دلوقتي هو اللي مسيطر على جسمه، وبيعرفها ان خطته الجديدة هو انه يسيطر على جسمها. بيقول لها انها مش هتقدر تمنعه الا لو قتلته، لكنها مش هتعمل كده علشان هي جبانة واضعف من انها تقتل، لكنها بتصدمه وبتخبطه بالسكينة في دماغه وبعدها بترميه من الشباك من على ارتفاع عالي. لكنها بعد ما بتنزل لمكانه بتلاقيه لسه عايش، وعلشان كده بتسوق عربيتها بسرعة وبتفضل تدوس فيه علشان تتأكد انه هيموت ومش هيرجع مرة تانية. لكنها لما بتنزل من العربية بتلاقيه برضه لسه عايش على الرغم من انها شوهت جسمه حرفيا، فبتكمل عليه وبتطعنه طعنات كتير بالسكينة في دماغه لحد ما بتوصل الشرطة وبتقبض عليها. ولما بتحكي لهم عن اللي حصل وانها كانت بتحاول تقتل القوة الشيطانية مش ويت بيفتكروها مجنونة وبيدخلوها مصحة للأمراض النفسية. وطبعا هي كل ده بتكون بتحكيه لابتن صاحبتها واللي بتكون مسؤولة في نفس الوقت عن حالتها، وبتترجاها بانها تروح تتخلص منه وتتأكد من موت الدماغ. وفعلا بتشوف وقتها دكتور التشريح وهو بيستعد عشان يجرحه، لكن قبل ما يعمل كده بيتصدم بانه مفتح عيونه وبيحركها وبينهار من اللي حصل لانه متأكد من انه مات. وفي الوقت ده بيردد الشيطان كلام غريب وبعدها بينتقل لجسم إليزابيث مرة تانية، وبتتنقل روح إليزابيث لجثته المشوهة، وبتتأكد ابتن ان كلام صاحبتها صح، وبتفهم بعد اللي حصل ان اللي قدامها هو الشيطان نفسه. ولما بتعرف ان جثة ويت الحياة رجعت له مرة تانية بتفهم ان اللي جواه تبقى إليزابيث الحقيقية، وعلشان كده بتطلب من 2 من الممرضين يحرسوا الأوضة اللي فيها الشيطان الحقيقي المتجسد في جسم إليزابيث، وبتروح علشان تنقذها وبتحاول تعمل انعاش لقلبها لكنها للأسف بتموت وهي في جسم ويت، فبتفقد أعصابها وبتدخل الأوضة اللي موجود فيها الشيطان وبتهدده بانها هتنتقم منه لموت صاحبتها، لكنه بيضحك عليها باستهزاء وبيقول لها انها لو حاولت تثبت انه مش إليزابيث للناس هيفتكروها مجنونة وهتكون نهايتها زي صاحبتها، وانه هيسيطر في النهاية على جسمها هي ويبدأ يهاجمها. وفعلا بينتقل لجسمها وعقلها بينتقل لجسم إليزابيث، وبتحاول انها تهرب وتقنع الحارس بانها ابتن، لكنه ما بيكونش فاهم حاجة. ووقتها جثة ويت اللي موجود فيها عقل إليزابيث الحقيقية بتتحرك، فبتقتلها عشان ترحمها من العذاب وعلشان الشيطان ما يحاولش يدخل جواها تاني. وبعدها عقلها بيرجع مرة تانية لجسمها الحقيقي، وبيرجع الشيطان لجسم إليزابيث مرة تانية وبيخلص على حارس الأمن، لكن الرصاص بيخلص قبل ما يخلص عليها هي كمان، وبتدور بينهم خناقة وبيحاول يخنقها، لكن الممرضين بيلحقوها على آخر لحظة. وبعدها بنشوفها وهي بتتكلم مع إيدي وبنفهم من طريقة كلامها ان الشيطان متحكم فيها وان عقلها موجود في جسم إليزابيث، واللي بتكون وقتها محبوسة في المصحة والكل رافض يصدق بانها ابتن. وبيخلص فيلم النهاردة. ما تنساش اللايك والشير وقول لنا في الكومنتات لو الفيلم بتاع النهاردة عجبك وايه الفيلم اللي حابب اننا نلخصه لك.